سلام البنات، ان شاء الله نتمنى ان شاء الله انكم تجربوا هذا الحنه الصبغه طبيعيه 100%، واللون تاعها يخرج رائع، وانه ما عنديش الوقت باش نديرها لكم الايام اللي فاتت. المهم تقدروا ديروها الليله الاخرى وغدوه تغسلوا شعركم يخرج ما شاء الله. ملعقه كبيره من الحنه طبيعيه، ملعقه كبيره من بودره قشور الشمندر. راهي في تدخلوا القناه تلقاو الفيديو قديم. ملعقه صغيره من بودره العكار الفاسي، كذلك ادخلوا القناه وحوسوا على العكار الفاسي طريقه تحضيره. ملعقتين صغيرتين من العكار الفاسي. نضع كذلك ملعقة كبيرة من الخل اللي تستعملوه في المطبخ. بالنسبة للعكار الفاسي وبودرة الشمندر، ادخلوا القناة وحوسوا عليهم طريقة تحضيرهم في الفيديو. ان شاء الله في الفيديوهات المقبلة راح نعاود نسجل لكم بالصوت. وهذا مكان نزيدوا له كذلك في مع المكونات ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، يعني يكون طبيعي 100%. الحنة طبيعية، حاولوا انكم تشريوا اللي راهي تاع ورق وترحيوها باش تتاكدوا بانها طبيعيه. ما تفاداو تشريوا تلك المطحونه، ممكن تكون فيها مواد مصنعه مضره لخصلات الشعر. نخلطوا المكونات كامل مع بعضها البعض كما راكم تلاحظوا، وبعد تزيدوا لها لهنا المكون واحد اخر، مكون كذلك طبيعي 100%، وهو نضيف ماء القهوة حسب الحاجة. يعني الماء تاع القهوة حاولوا تشريوا هذيك اللي يحب، تقليوها وترحيوها وتستعملوا الماء تاعها لأنها طبيعية. والفوائد تاع القهوة خلي بالكم لا تعد ولا تحصى. نتمنى ان شاء الله انكم تدعموا هذه القناة بتطبيق قوانين اليوتيوب، بضغط على اللايك والجرس، وعطيونا بالتعليقات البناء نتاعكم، النقد البناء نتاعكم ما شاء الله عليكم. كاش من اللي عنده فكره، كاش من اللي ما فهمش حاجه يقول لي الى غير ذلك. اما كما قلت لكم بودره الشمندر والعكار الفاسي راهم ادخلوا للقناه حوسوا عليهم في القناه كيفاش طريقه تحضيرهم، حتى ان شاء الله الفيديوهات المقبله ان شاء الله نعطيكم كيفاش نديروهم. هنا نزيدوا الماء تاع القهوه حسب الحاجه حتى نتحصلوا على خليط يكون سائل شويه، ما يكونش كما الحنه اللي نديروها في اليدين والرجلين، يعني تكون شويه جاريه باش تمشي لنا في الشعر تاعنا. حتى الليله الاخر نتاع غدوه العيد، يعني ليله عرفه تقدروا ديروها تباتوا بها. راكم تسمعوا في الخروف كيف راهو يبعبع، يعني رانا في الليله الاخرى تقدروا ديروه الليله الاخرى وتباتوا بها ليله، والصباح تغسلوا شعوركم يخرج ما شاء الله. تسمعوا في الخروف، يعني ان شاء الله نعقبوا بالصحه والهنا كيما راكم تلاحظوا. خلطوا المكونات، يعني هي من الاحسن انكم تجربوها مرارا وتكرارا، يعني باش يخرج اللون جميل. يعني بصح اللي ما كفاش الوقت، شوفوا يدي كيفاش خرجت ما حمراء ما شاء الله. شفتوا فيها صباعي اللون تاعهم ولا احمر، يعني ايميدياتمون تبدا شغل الصبغه كيما اللي ديروها. وهي من الاحسن تعرفوا باللي الحنه مليح مرارا تكرارا. تترك ساعتين على الاقل، يعني اللي كيما الليله الاخرى باتوا بها ماهيش مشكل. هنا نغطي الراس بماده بلاستيكيه. غير نقول لكم تهلاو في صحتكم، في امان الله، صحه عيدكم.